بعد التحديثات الأخيرة اللي عملت لها مايكروسوفت على Copilot اللي موجود جوّه الإكسل، الموضوع بقى قوي بشكل كبير جدًا. Copilot اتغيّر تمامًا وبقى حاجة مختلفة تمامًا، وبقى أكثر قوة، وبقى عنده قدرات كبيرة جدًا ممكن إن هو يساعدك فيها جوّه الإكسل وجوّه شغلك بشكل قوي جدًا. ومش بس كده كمان، بقى كمان مرتبط بحاجة زي الPython وبيساعدك في شغلك، وعنده إمكانيات حلوة أوي. الصراحة بتفيد ناس كتير، بالذات الناس المبتدئة في الإكسل هتفيدهم بشكل قوي جدًا. وفي الحلقة دي هنتكلم مع بعض عن كل الإمكانيات الخاصة اللي ممكن تستخدمها في Copilot جوّه الإكسل، وإزاي هي ممكن تغيّر من شكل استخدامك للإكسل إلى الأبد. ماشي يا سيدي، يالّا بينا دلوقتي نشوف القصة الرهيبة دي، وإزاي الCopilot حرفيًا هو مشقلب الكلام ومشقلب الدنيا وعامل شغل عالي جدًا. طيب، طبعًا ركّز معايا في الفيديو دوّة وخلّيك تتابع لحد الآخر، لإن هتلاقي الحاجات الإمكانيات بتزيد مع الوقت. أول حاجة لمّا تيجي تاخد بالك منها بعد آخر تحديث، هتلاقي إن بقى في لمّا تقف على أي خلية هتلاقي في الicon دوّة. الicon دوّة يا سيدي هو الicon بتاع Copilot، تمام؟ ده الicon بتاع Copilot. أنت ممكن تفتح Copilot هنا من قائمة home، من فوق هنا تقدر تفتحه. وكلنا طبعًا بس Copilot ما بيشتغلش غير لمّا يكون الفايل معمول له auto save، وده لازم يكون على، يعني ده معناه إن الفايل دوّة ما يكونش مجرد موجود على جهازك بس، لأ ده لازم يكون موجود على الcloud، ودوّة عشان خاطر نعرف إن إحنا نستخدم Copilot. زي بالضبط فكرة الPython برضه. طيب، فاللي إحنا نعمله أول حاجة هنعملها بعد ده فايل كده عندنا فيه شوية data، شوية بيانات مبيعات. فأول حاجة نعملها إن إحنا هنروح نشغّل auto save، وهنسيّف الكلام دوّة على الOneDrive بتاعنا. وهنقول مثلًا دوّة، هنقول Copilot test 2، هنخلّيه يبقى يعني كده إحنا كده بقينا خلاص إيه، على الauto save. دلوقتي لمّا تيجي تدوس هنا على Copilot هتلاقي Copilot شغال. طبعًا أنت زي ما أنت شايف كده هتلاقي في create formulas understand summarize apply color and formatting. دي الحاجات القديمة أو مش القديمة، دي أول حاجة ظهرت عندنا في قصة الCopilot اللي أنت تعرف تعملها. والحاجات دي الصراحة في الأول أول ما ظهرت كانت بدائية جدًا وما كانتش حلوة وكانت بايظة، لكن لاحظ كده هتلاقي في حاجات جديدة اتضافت منها حاجة اسمها إيه، advanced analytics، وده get deeper analysis results using Python. ده هنا بقينا نعرف نستخدم الPython على الدقيقة، ودي حاجة قوية وهنشوفها مع بعض قدام. طبعًا إنك تعمل pivot charts أو تعمل pivot tables، الحاجات دي ما كانتش يعني إيه، نقدر نقول إن ما كانتش accurate أوي، لكن دلوقتي الوضع اتغير وهنعرف نستخدم Copilot بشكل أحسن، لإنك بقيت تقدر تتكلم معاه في الchat بشكل أحسن، وبقى متجاوب جدًا عن الأول. الأول كان الchat إمكانياته ضعيفة جدًا، دلوقتي الchatting بقى إمكانياته أحسن بكتير، ويقدر إن هو يعمل لك اللي أنت عايزه بشكل أقوى، أكنك بالضبط بتتكلم مع ChatGPT جوه البيانات. فأنا مثلًا هاعمله إن أنا هاروح أselect البيانات دي كده، هادوس control shift سهم يمين، control shift سهم لتحت. بعد كده سلكتت البيانات بتاعتي كلها، هالاحظ هنا علامة Copilot، هتلاقي هنا إيه get deeper analysis results using Python، ودوّة هاوريك إزاي إن أنت تستخدم Python من غير ما تكتب أي كود خالص، وهنشوف دوّة. بس إيه، تعالَ في الأول هتلاقي مثلًا هنا شوية حاجات منها اللي هو إيه، إن أنت رشّح لي column معمول بمعادلة، أو conditional formatting، أو تعمل pivot table أو pivot chart. فمثلًا هاقول له رشّح لي عمود جديد بناءً على معادلة. فلمّا دوست كده هو راح فتح لي Copilot أهو، وهيبدأ إن هو يشتغل، وهيعلّم على البيانات وهيفهمها بشكل أقوى. زي ما أنت شايف كده بعد ما عملها قال لي إيه، والله بُص أنا رشّحت لك إن أنت إيه، تعمل عمود اسمه الprofit margin اللي هو نسبة الربحية، وقال لك ده هنقسم الخلية اللي هي L2 على H2، وقال لك هيبقى شكل الجدول كده أو شكل العمود الجديد كده. لو جيت وقفت على insert هنا column هتلاقيه ظهر لك العمود هنا أهو، بُص زي ما أنت شايف كده. L2 دي اللي هو فيها الربحية، وH2 اللي هي فيها الgross sales أو المبيعات. أنا ممكن أقول لأ، طب بُص غيّرها لي، من بدل ما أنت بتقسم على H2 اللي هو فيه مجمل المبيعات، اقسمه لي على صافي المبيعات اللي هو المبيعات نفسها. هاقول له okay but can you adjust the formula. طبعًا أنت ممكن تكتب له عربي يعني to calculate الprofit margin make it إيه، نقول له L2 اقسم لي L2 على J2 ومش H2. فأنا كده هاقول له هاطلب منه الكلام دوّة أهو، أكني باتكلم زي ما أنت شايف مع ChatGPT، وهو بيرجع يبُص على البيانات تاني، ويرجع يعمل هذه العملية وبيعمل معادلة. فراح قال لك هنا يحسب الprofit margin، هنا غيّر المعادلة. قال لك لو J2 لا تساوي الصفر دي، هتاخد L2 يقسمها على J2، غير كده هاحط صفر. طب هو عمل الحركة دي ليه؟ قال لك عشان خاطر في حالة إن المبيعات لو صفر. بُص هنا هو بيفكّر ذكي، فاهم، يعني قال لك إيه provided the sales are not zero، بيقول لك إحنا هنعمل الكلام دوّة
بس بشرط إن المبيعات ما تكونش صفر. فعشان يتجنب الكلام ده عملها بمعادلة F. أنت ممكن تاخد المعادلة دي copy وتحطها هنا وتشتغل بيها، أو ممكن تقول له إيه insert العمود دوّة. فأنا هاقول له insert العمود ده جوّه، راح عمل لك insert العمود، والعمود بالمعادلة أهي، بمعادلة F اللي إحنا عاملينها، إن هو لو الخلية دي لا تساوي الصفر، ساعتها أقسم الخلية دي على الخلية دي، غير كده حُط صفر. فعمل لك المعادلة دي. طيب أنا دلوقتي بقى مش فاهم المعادلة دي أوي بتقول إيه. هتلاقي هنا في حاجة كده عندك هنا بيقول لك إيه، بيقول لك explain this formula، يعني اشرح لي هذه المعادلة. فأنا هادوس عليها، هيروح يشتغل هنا كده، يبدأ يشتغل على المعادلة دي ويحاول يفهم البيانات ويحاول يشرحها لك. فبيقول لك المعادلة دي بتحسب إيه، الprofit margin للrows دي. قال لك هنا في conditional check، في كده بيتأكد، بيقول لك لو المعادلة بتستخدم معادلة F عشان تشوف لو الخلية في J2 مش بتساوي الصفر، ساعتها if J2 مش بتساوي الصفر هيقسم الvalue اللي في خلية 2 اللي هو الprofit على كذا. والfall back يعني في حالة إن هو لو J2 كانت بصفر، ساعتها المعادلة هتطلّع صفر عشان ما يرجعلكش division error، لأن أنت لو قسمت أي قيمة مثلًا على 0 هيدّي لك division error، فهو عشان ما يطلعش error دوّة، فعشان كده عمل معادلة F دي. فهو لأ يعني ما شاء الله عليه ذكي وبيفكّر يعني. طب هاشوف هل ممكن يشرحها بالعربي، هاقول له can you explain it in Arabic، ممكن يشرح لنا الكلام ده بالعربي والّا لأ، هنشوف هل هو عنده القدرة دي والّا مش هل لي العربي عنده شغال والّا لأ. بالضبط زي ما أنت شايف كده أهو، طلع كمان العربي عنده زي الفل، وعارف يشرح الكلام ده ويشرح لك الصيغة. يعني حرفيًا الكلام ده جامد جدًا، هو ممكن يعمل لك بحاجات أكثر تعقيدًا، ممكن يشرح لك معادلات، لو أنت ساجل لك sheet فيه معادلات أنت مش فاهمها يعرف يشرحها لك بشكل كويس جدًا. فبُص حتى كمان الsuggestions بتاعته بقت أفضل. طيب أنا كده ممكن أقول له بقى إيه، هاقول له رشّح لي، هارجع أكلمه بالإنجليزي أقول له suggest إيه conditional formatting on the date، رشّح لي إن إحنا نعمل زي تنسيق شرطي على البيانات، لأن دي من إمكانياته برضه إن هو يعمل لك تنسيق شرطي. فأنا هاقول له إيه، رشّح لي إن إحنا حاجة نعملها في الconditional formatting. لاحظ بُص هو هيجيب البيانات، طبعًا خُد بالك من حاجة وأستخدم Copilot، إن أنت يستحسن ما يكونش في غير data واحدة أو بيانات واحدة جوّه الsheet عشان هو ما يتلخبطش ويتلخبط في بيانات تانية. واخد بالك؟ يعني أنت إيه، استخدم بس جدول واحد أو بيانات واحدة. فقال لك والله بُص إحنا هنا أهو ممكن نعمل conditional formatting، ممكن نعمل highlight للprofit margin لمّا يكون الprofit sales are less than 10,000، يعني يعني مش لمّا يكون الprofit نفسه أقل من 10,000 نعلّم عليها. طيب لو highlight cell علّم على الخلايا اللي أقل من 100,000 في الCOGS بحساب البضاعة المباعة، أو علّم لي على الtop 10 columns في profit margin، أو highlight rows when sales are less than كذا في الprofit margin. كل ده حلو أوي. أنا هاقول له highlight مثلًا cells، اعمل لي علامة على الخلايا L في in units sold column لمّا تكون when it's more than 2000 in value، يعني لمّا تكون القطع المباعة، إحنا عندنا في عمود هنا اسمه القطع المباعة، فاقول له لمّا تبقى عايز القطع المباعة أكبر من 2000 علّمني اعمل لي عليها highlight. تعالَ نشوف هيقول إيه كده. فهنا قال لي بُص عمل أهو معادلة بcustom formula، قال لك هنعمل conditional formatting على القطع المباعة using الفورمولا دي. هيعمل fill color الأصفر والfont هيبقى أسود، وقال لك لمّا تكون القيمة في E2 أكبر من 2000. دلوقتي هو هنا طبعًا هتقول لي إيه ده، هو ما عملش حاجة، ما إحنا لسه بننصل هاقول لك هنا إن هو بيسألك يapply الكلام ده والّا لأ، هل يطبّق والّا لأ. يعني هو قبل ما يعمل الكلام دوّة هيسألك إذا كان هو يطبّق والّا ما يطبّقش. فأنا هاقول له إيه، طبّق يا باشا apply، هيروح مطبّق الكلام ده. أوبا بُص، راح معلّم لك على أي حاجة فوق ال2000 أهي، زي الفل، بمنتهى السهولة والبساطة والسرعة الرهيبة. طبعًا فده كلام مهم جدًا. أنا ممكن أقول له بقى مثلًا إيه، هاقول له حاجة تانية مثلًا، تعالَ نضيف أي حاجة تانية، إن أنا هاقول له مثلًا add a new column، حُط لي عمود جديد، هاقول له divide COGS، اقسم لي الCOGS على الsales، هاقول له اقسم لي تكلفة البضاعة المباعة على المبيعات عشان أعرف نسبة البضاعة المباعة من المبيعات قد إيه. فهتلاقيه بيقسم الكلام ده أهو، عمل برضه بمعادلة F عشان القسمة ما تنزلش على ما تبقاش بيقسم على صفر، وهاقول له insert، راح حسب لي كده الratio أو نسبة تكلفة البضاعة المباعة. طيب هل هو ينفع يغيّر formatting؟ يعني هل هو ممكن يغيّر formatting؟ يعني مثلًا هنا الdate هنا معمول بserial number، فهاقول له مثلًا can you change the date formatting to، غيّر لي الformatting بتاعه to short date. شوف هيعرف يغيّر الformatting والّا ما يغيّرش formatting، والّا هو يحسب بس إيه الكلام ده. بُص هيapply أهو short date formatting الauto هيعملها على من
apply short date format on A2 ل0. طبعا مش هاديني A2 ل0. انا هقول له لا، هقول له لو انا عملت كده ما اعرفش هيابلاي على ايه. انا كده هيحط على البيانات كلها من خليه A2 لخليه 700 O701، فمش عايز كده. هقول له لا، هقول له only on date column، على عمود الديت بس. طبعا هتيجي تقول لي طب ما يا عم انا اعمل الكلام ده بنفسي. اقول لك يعني انت ممكن تعمل الكلام ده في نفسك، بس يعني ايه الموضوع لطيف. يعني هنا بص، طبعا بالنسبه لواحد لسه مثلا ما اتعاملش مع الاكسل مش عارف ازاي يعمل الكلام ده، فالحوار ده هيبقى جامد جدا. فقلت له ابلاي، ابص راح مغير الفورمات اهو. لان انت ممكن مثلا ما تكونش عارف تعمل العمليه دي، في ناس مش عارفه تعمل العمليه دي منين، فده يعني هيبقى قصه جامده جدا. طيب فاحنا شفنا كده دلوقتي ان هو ممكن يعمل معادله، ممكن يعمل لك كنت هايلايت، ممكن يغير لك الفورماتنج بتاعت حاجه لو انت عايز تغيرها. فالكلام ده حلو أوي. طب تعالَ بقى نشوف بقى إيه شغل عالي تاني من نوع تاني بقى. تعالَ دلوقتي ونبدأ نعمل بقى advanced analytics أو تحليلات متقدمة باستخدام بايثون، ومن غير ما نكتب كود بقى. هنا من غير ما نكتب كود خالص. فأنا هاعلّم برضه على البيانات دي كده، هو كده هي عنده يعني، بس للتأكيد. وهادوس هنا كده وهاقول له get deeper analysis بقى. لأن خُد بالك أنا عادي ممكن أسأله إن هو مثلًا اعمل لي bold على الtop 10 values في الprofit، اعمل لي sort رتّب لي، اعمل لي bold على العمود. ممكن تقول له يطلّع لك pivot table من البيانات دي. يعني كل دوّة في إيدينا، فشوف كل ده سهل ويعني وما فيش فيه مشكلة. أقول له summarize أي حاجة، اعمل لي pivot table، فكل ده تمام. يعني مش هيبقى أزمة يعني. هاقول له مثلًا create a pivot table out of this data عشان خاطر تبقى بصّيت برضه يعني عشان ما ابقاش حرمتك من حاجة، وبصّينا إزاي ممكن نعمل pivot tables. فهو بُص قال لك أنا حلّلت، راح جاب لي الsegment الشرايح بتاعتي، وراح عمل جمع للprofit لكل شريحة بيان. هو حَطّه من دماغه فاهم، يعني أنت ده عمله هو من دماغه. طبعًا أنت ممكن تسأله على اللي أنت عايزه بقى، يعني ممكن تسأله على اللي أنت عايزه لو عندك أسئلة تانية. قُل له مثلًا اجمع لي أو قُل لي مثلًا الإيه، هاقول له مثلًا هات لي مثلًا what is the total profit for each مثلًا country، إيه إجمالي الprofit لكل دولة، هيحسبها لك. وممكن تحُط الكلام ده في sheet جديد على فكرة. يعني ممكن طبعًا، بس هو هنا اللي فوق ده عشان إحنا خلاص سألنا سؤال تاني فده طار مننا. فهنا هو راح حاسبه وراح حاسبها واضح إن هو راح حاسب اللي فوق ده بPython والّا حسبه إزاي؟ حسبه بPython غالبًا، بس هو مش عارف ليه add new sheet اختفت ما بقتش موجودة. كنت ممكن تعمل add لnew sheet وهيزود لك البيانات دي في new sheet، وهنا ده كpivot table يعني. فاقول له لأ، هاقول له make it a pivot table، خلّيه pivot table عشان أعرف أحطه في البيانات مثلًا يعني. لأن هنا دي واحدة هنا هو مش عاملها as a pivot table، فأنا هاخلّيه يحسب لي الحسبة دي تاني بس في pivot table. أيوه حسبها لي كpivot table أهو. إجمالي الprofit وقال لك أنا حسبتها. ممكن نضيفها تقول له add new sheet، فأنا عامل لك new sheet حاطط فيه pivot table أهو، وحاطط لك الكلام أهو وعندك الpivot table وهاحسبه لك زي الفل. بُص برنس يعني. طيب تعالَ بقى إيه، إحنا كده فهمنا ماشي، وشُفنا الكلام ده، وطبعًا في أسئلة كتير بقى ممكن تسألها. فإحنا دلوقتي هنبدأ نعمل الdeep analysis بتاعة إيه، بتاعة استخدام Python. فأنا هاعلّم على البيانات زي ما أنا قُلت لك احتياطيًا برضه عشان لو هو يعني هو كده عارفها، بس يعني احتياطيًا وهاقول له إيه get deeper analysis بقى. دلوقتي بقى جه وقت الPython. أنت دلوقتي لمّا تيجي تستخدم الPython هو هيكتب لك بشكل تلقائي، هيكتب الformulas أو العمليات بتاعة الPython، وهيجاوب على الprompts بتاعتك في مسدجات مختلفة. طبعًا أنت يعني إيه، ممكن تستخدم بقى طريقتين، يا إما تقول له start وده العادي، أو تقول له start with think deeper. think deeper دوّة المفروض إن هو موديل أكثر تعقيدًا أو أكثر قوة من العادي، بس طبعًا بيبقى في زي حدود للاستخدام. يعني خُد بالك إن أنت بيبقى في limits على الاستخدام، وطبعًا دوّة مكلف أكتر وأكبر، فهيبقى إيه، فهيبقى ممكن يقفل معاك في أوقات معينة. وأنت ممكن تشتري credits، يعني ممكن تشتري credits وحاجات زي كده. هاوريك برضه الحاجات اللي تحت دي بتعمل إيه، لإن أنت ممكن تكلمه voice. خُد بالك تتكلم معاه. يعني دي حاجة كويسة جدًا أنت ممكن تتكلم معاه، ممكن نبقى نجربها كمان. فاللي أنا هاعمله دلوقتي إن أنا هاstart بالموديل العادي، مش هاختار بالthink deeper يعني عشان خاطر برضه إيه، ما يكونش يقفل معانا في النُص والّا يقول لنا هاتوا credit زيادة والّا حاجة. دلوقتي هنا بدأ الadvanced analytics. لاحظ هو راح عمل لك sheet جديد ماشي أهو. عندنا sheet جديد اسمه هنا analysis ماشي. والشيت الجديد دوّة راح هو عمل حاجة اسمها data frame. لو أنت شُفت الفيديو اللي قبل كده اللي اتكلمنا فيه على إزاي تستخدم Python data frame، ده بيبقى هو الPython بيعمل جدول لنفسه من البيانات. فهو راح قال لك البيانات بتاعتنا فيها 700 سطر و15 عمود، وراح مدّي لك إيه جزء منها كده. هو راح عمل بيانات بheaders، هو حاطط الheaders لوحده، وعمل indexing من نفسه، وعمل كل حاجة. وممكن إيه، وحَط لك البيانات هنا. هو ده الpreview للبيانات بتاعتك اللي هو عاملها بالPython. ولاحظ هو عامل معادلة هنا أهو. دي معادلة هو بيستخدم فيها بمعادلة if error قدر بيpreview البيانات بتاعة الPython نفسها.
وممكن لو أنت وقفت على الdata frame هنا كده، تلاقي إن هو وقفت على PYD دوست عليها الcard، هتلاقي بقى برضه ظاهرة لك هنا بيدّي لك كده أولها وآخرها يعني نوع من أنواع إن هو بيدّي لك review يعني. طيب دلوقتي بقى أنا ممكن أقول له بقى إيه حاجات، لاحظ هو أصلًا مدّي لك بيقول لك إيه مثلًا analyze sales trends over time for different segments، حلّل لي المبيعات على مدار فترة زمنية، فأنا هادوس عليها مثلًا تشوف هو حلّل إزاي. هنا لقى error، طلع له error، ف فهو طبعًا بيقول لك إن هو يعني هيعمل كود جديد عشان يشوف الerror ده جاي منين ويحاول يصحّح نَفْسه. هو حَط هنا راح واخد index من الheaders بتاعتنا، اللي هو من رأس البيانات بتاعنا، تقريبًا عشان خاطر يعرف يطلّع الplot، هوبا وطلّع لك الplot وحطّه لك كمان هنا. يعني بُص، حَط لك الplot هنا وراح جاب لك كل شريحة أهو، الشرايح اللي عندنا، وكل واحدة حركة الإيه، من على مدار السنين بتاعتنا من 2013 لحد 2014 جايب لك حركة المبيعات. طبعًا ده شغل فاخر على الآخر وحاجة في منتهى الجمال. يعني بُص، الدنيا لطيفة جدًا. ولمّا تُقف هنا على PY هنا، المفروض هو بيجيب لك الplot هنا أهو، ولمّا تيجي تفتح بقى وأنت واقف على اللي هي الصورة اللي هي image دي كده هنا، اللي هو بيطلّع اللي هي أصلًا بيrun فيها الكود الPython كود، لمّا نفتح هنا فوق هنشوف الكود. بُص الكود مكتوب أهو، اللي هو في الخلية دي الكود، ده الكود اللي طلّع الإيه، طلّع الchart اللي تحت ده. فأنت حتى كمان ممكن تشوف الكود اللي هو كتبه وطلع لك فيه الحاجة. يعني بُص زي ما أنت شايف، أنت مش محتاج تكتب الكود ده كله بقى. يعني أنت كنت الأول ممكن تكتب الكود ده، فأنت مش محتاجه دلوقتي. ومش بس كده كمان، لو أنت عايز تعدّل في حاجة جوّه الكود، لو أنت فاهم شوية في الكلام دوّة وعايز تعدّل حاجة، فتعرف تعدّل أي حاجة أنت عايزها كمان في الكود، فإن أنت تطوّر من القصة بشكل يعني إيه، بشكل أكبر يعني. فطبعًا ده هنا كده زي ما أنت شايف، وهنا ممكن هنا لاحظ هنا هو display plot over cell، ساعات هو ممكن يطلّع لك دوّة جوّه الخلية. فلو طلّعه لك جوّه الخلية، فأنت هتدوس right click وتقول له إيه، اعرض لي الplot دوّة فوق الخلايا عشان تعرف يظهر لك كصورة كده زي ما أنت شايف. وهنا الPython output أنت ممكن تطلّع هنا تحوّله لExcel value أو Python output، أنتم برضه شُفتوا الحاجات دي قبل كده لو شُفتوها. وممكن تقول له show editor، لمّا تقول له show editor هنا المفروض إن هو هيظهر هنا الإيه، الكود مكتوب هنا بشكل أفضل. بُص هنا الكود بقى معمول له format، فأنت تعرف تبيّن الكود كمان هنا بهذه الكيفية. ولو عايز ترجع الCopilot تاني هترجع الCopilot هنا زي يعني بُص بمنتهى البساطة. تعرف بقى تقول له يعمل لك أي حاجة. هنا مثلًا تقول له analyze probability trend، أو ممكن أقول له مثلًا create a histogram، مثلًا اعمل لي histogram for our units sold، اعمل لي histogram للبضاعة اللي إيه، لعدد القطع اللي إحنا بعناها. فهو هنا يقول لك أنا بافهم الdata، histogram دوّة واحد بواحدة من الcharts. بُص عمل لك histogram أهو. هنلاحظ هنا في الhistogram هنا بيجيب لك مثلًا كل عدد قطع إحنا بعناها ومعدل التكرار، يعني بِعنا كام مرّة من عدد القطع ده. فراح عامل لك histogram واضح إن هنا بُص إيه، التركيز أكتر في اللي هو من أول، يعني من أول يعتبر 500 لحد هنا إيه، لحد 2000 وalmost قرب ال3 يعني. فهنا التركيز أكتر، إحنا بنبيع بعدد قطع، المبيعات بتاعتنا تطلع بعدد قطع في الrange دوّة، وده معدل التكرار. طبعًا أنا مش فاهم هيستوجرام أوي يعني، ممكن نبقى نتكلم بعد كده في الإحصا، وأدّيك فكرة عن الإحصا والcharts بتاعة الإحصا لو أنت عايز كده برضه عرّفني في الكومنتات. هو هنا ممكن يقول لك إيه what else، أنت ممكن تسأله أنت بقى أعمل إيه تاني، أو ممكن تقول له رشّح لي ideas أخرى، فأنت ممكن حتى يكون هو رشّح لك حاجات تعملها يعني. لاحظ هنا هو زي ما أنت شايف هنا ده كده عدد القطع اللي إحنا بعناها، وهنا في كل عدد قطعة من دول إحنا بِعنا كام بيعة. فراح قال لك والله شوية ideas تانية إن أنت تanalyze profit across segments، examine الimpact بتاع الdiscount band على الsales. حلو أوي ده، عايزه يدرس ما مدى تأثير الخصومات على المبيعات والأرباح. طبعًا خُد بالك أنت في أي وقت ممكن توقّف الadvanced analysis ده. ليه؟ لإن أنت لو طلبت من Copilot حاجة تانية برّه الadvanced analysis مش هيعملها لك. لازم تstop الadvanced analysis لو أنت عايز ترجع تاني وتعمل حاجة على البيانات العادية، لازم توقّف تstop الإيه، الadvanced analysis دي. فأنا هارجع تاني وهاقول له ماشي، يعني examine ورّيني كده شكل الimpact بتاع المبيعات، بتاع الخصومات على المبيعات والأرباح. راح هنا حسب، بُص هنا راح حسب لك إيه، وحاط لك جدول أهو كمان، حسب لك هنا حزمة الخصم، ومتوسط المبيعات اللي حصلت في حزمة الخصم دي، ومتوسط الإيه، الأرباح اللي حصلت في حزمة الخصم ده. وبيقول لك هنا بيشرح لك، بيقول لك التحليل ده بيقول إن المتوسط المبيعات والprofit لكل حزمة خصم، بيقول لك higher discount الخصومات العالية في علاقة ما بينها وما بين lower profits، while الbands with low discounts مع إن الناس اللي ما لهاش discounts فاهم، فيها ربحية عالية. يعني معنى كده إن في علاقة ما بين إن الprofit بيقل مع الخصومات العالية، واللي من غير خصم الربحية بتاعته أعلى. فهو أنا هنا اتكلم عن الربحية، ممكن طبعًا تقول له كلمني طيب في الكلام ده عن المبيعات زي ما أنت عايز. فأنا مثلًا هاقول له suggest more ideas برضه،
وتعالَ نجرّب نقول له voice نشوف هل هو هيفهمني والّا مش هيفهمني. طبعًا أنت قُلت له شوية ideas تانية فهو مش عارف، فأنا ممكن أقول له اعمل لي histogram للمبيعات، فأنا هاقول له مثلًا هاقول له هتدوس هنا على الميكروفون okay can you create a histogram for our sales. ده كتب الكلام أهو، كتب اللي أنا قُلته. فهو بيكتب بس لكن ما بينفذش، لازم ادوس له enter. واضح إن هو بيكتب بس مش بينفذ، لازم إن أنا إيه أدوس enter. فيعني الموضوع جامد الصراحة، ولاحظ أنت فاهم كل الحاجات دي فيها أكواد coding أنت مش محتاج تكتبه، هو بيعمل لك الكلام ده كله بPython code لوحده. وده break through ده ما كانش موجود يا جماعة، ده حاجة في منتهى القوة ورهيبة جدًا، والصراحة هيسهّل عملية الشغل، وبقى عندك كده تعرف تعمل reports هنا زي ما أنت عايز. يعني بُص هو بيعمل لك حتى بيحط لك headers للdata ومش عارف إيه ويعمل لك شغل فاهم، أكنك بتكتب على اسمه إيه ده، على Jupyter notebook يعني فاهم، أكنك شغال على Jupyter notebook حرفيًا، وبتعمل report على Jupyter notebook. إيه اللي أنت بتعمله دلوقتي على الExcel ومن غير ما تكتب كود. يعني حاجة قوية جدًا، جدًا، جدًا. أتمنى الحلقة النهارده إن شاء الله تكون عجبتك يا سيدي، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو الفيديو عجبك. ولو عايز نتكلم أكتر عن الAI ونتكلم أكتر عن الExcel أو أي موضوع أنت عايز نتكلم فيه أكتر الفترة اللي جاية، يا ريت تكتب لنا في الكومنتس إيه اللي أنت عايز نتكلم فيه، وإحنا إن شاء الله نحاول نعمل فيديوز أكتر في الموضوع ده. أشوفك على خير.